اليوم أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الساعة 9 من مساء اليوم عن شراء تذاكر مباراة السعودية وماليزيا للدرجة الموحدة وتوزيعها في ملعب المباراة مجانا على الجمهور. وكانت مبيعات تذاكر المباراة قد شهدت إقبال ضعيف على شراء التذاكر في موقع مكاني. باعوا 2656 تذكرة فقط. أنا الحقيقة نشكرهم، نقدم الشكر لل 2656 اللي اشتروا التذاكر، ونشكر اللي بيجون بكرة، بس حنشكر ذولي لأنهم دفعوا فلوس. طبعا سيتم إعادة المبلغ لهم، أي ال 2656 شخص اللي اشتروا التذاكر راح يقدرون عند البوابة رقم 5 في ملعب الجوهرة يروحون يستلمونها من شركة صلة يرجعون لهم مبالغهم. طبعا السعودية غدا الخميس تلتقي مع ماليزيا على ملعب الجوهرة في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 ونهائيات كأس آسيا 2019. السعودية وماليزيا